من نص متر قماش خيش ب40 جنيه. كنت عملت المفرش ده وعملت منه اكياس اليميش دي. اللي ما شافش المفرش يدخل على قناتي منوعات ماما فوفا ويشوف ماما فوفا عملت احلى مفرش واحلى اكياس يميش. اهو يا حبايب قلبي، ادي اكياس اليميش اللي انا عملتها. قولوا لي بقى ايه رايكم في الجمال والحلاوه دي؟ اطفي النور كده عشان نعيش في الاجواء الجميله دي. اهو يا حبايب قلبي، قولوا لي بقى ايه رايكم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على أحلى أخوات وأحلى متابعين في الدنيا كلها. عاملين إيه يا حبايب قلبي؟ هنبدأ بالصلاة على النبي عليها أفضل الصلاة والسلام. معانا قماش الخيامية وقماش الخيش، دي القصاقيس اللي كانت باقية مننا. يلا يا حبايب قلبي، بلمسة فنية مميزة هنحولهم لحاجات جميلة جدا. هتعملي إيه النهاردة يا ماما فوفا؟ هعمل أكياس اليميش اللي ممكن تزيني بها سفرتك او تزيني بها مطبخك او ممكن تقدميها هدية لحبايبك، والنتيجة بجد هتبهركم. يلا نبدأ يا حبايب قلبي. معانا طبعا الخيط ده، الخيط الخيش ده، البكرة دي ب20 جنيه، وجبت الإبرة دي ب4 جنيه. ممكن تخيطي كده، ماشي يا حبايب قلبي، وممكن بمسدس الشمع هتقفلي كده. يعني اللي ما عندهاش الخيط ده يا حبايب قلبي والإبرة الكبيرة دي أو اسمها مسلة، أهو يا حبايب قلبي هتعملي كده، هتقفلي كده بمسدس الشمع. علشان إيه؟ ما ت... يعني ما تبقاش في حاجة مضايقاكي، لا، بأقل التكاليف وبأي حاجة اعمليها يا حبيبة قلبي، مفيش حاجة توقفنا أبدا. أهو يا حبايب قلبي، ولا أسهل ولا أروع من كده. تمام، نتأكد بس انها اتقفلت كويس. علشان هنعمل ايه دلوقتي؟ هنروح جايين قلبينها كده. اهو يا حبايب قلبي، في ثانية تعملي حاجة جميلة. اهو، ايه رأيكم بقى في الجمال والحلاوة دي؟ اهو، عايزة يا حبيبة قلبي تخيطيها، يعني دي حاجة ترجع لك انتي. تمام يا حبايبي. معانا حتت القماش اللي قلت لكم من الخيامية اللي كانت باقية من علبة المناديل اللي انا عملتها. هتعملي ايه؟ هتروحوا جايبين دي كده من تحت كده علشان لما نقلبها تبقى كده، او ممكن تعمليه كده عشان لما تيجي تحطي فيه حاجتك اهي، تعمليها كده براحتك، الشكل اللي يعجبك والحاجة اللي انت شايفة ذوقك فيها اهي اعمليها. ممكن علشان يبقى مبطن برضو من جوه. اهو يا حبايبي، اهو هتعمليه كده وتلفيه بمسدس الشمع. الفه كده بمسدس الشمع واقفله وارجع لكم علشان بس الفيديو ما يطولش وما تزهقوش مني. ورجعت لكم تاني يا حبايب قلبي، انا عملت ده كده اهو، ودول برضو عملتهم اهم يا حبايبي، وده برضو لزقته بمسدس الشمع. هقلبه بقى قدامكم كده اهو، اهو يا حبايبي. وبتروحي جاية عشان الدم التنسيلة دي هتتنيها كده وتتنيها تاني برضو كده اهو يا حبايبي. وتعمليها بقى بمسدس الشمع كده اهو، وتعملي الفينش بتاعك بقى. يعني مثلا دي انا ممكن اعملها كده، يعني مش كله مثلا هعمله بقماش الخيامية. تمام يا حبايبي. والشريط ده برضو نفس الحكاية، هعمله برضو كده.
يعني انا هشكلهم برضو، هخلصهم وارجع لكم تاني. ورجعت لكم تاني يا حبايب قلبي، قولوا لي بقى ايه رأيكم في الجمال والحلاوة دي؟ اهو يا حبايب قلبي، ايه رأيكم؟ اهو نص متر خيش عملنا منه الخمسة دول، تمام يا حبايبي، وعملنا منه المفرش الجميل بتاعنا. حاجة بسيطة وغير مكلفة، وهتزيني بيها بيتي. نحط فيهم بقى الحاجة بتاعتنا، ونحطهم بقى واوريكم الفينش الاخير في الاخر. رجعت لكم تاني يا حبايب قلب ماما فوفا بعد ما عبيت الاكياس الجميله دي، وجبنا فرع النور ده. فرع النور ده ب 35 جنيه. فرحي نفسك باقل التكاليف. ما تقوليش لا انا مش معايا، ودي جايبه ستاره مش عارف ب 500 جنيه، ودي جايبه فانوس ب 300 جنيه. لا والله، باقل التكاليف هتعملي ديكور حلو من عمايل ايديكي، وباقل الاشياء. هي كده كده الحاجات دي ملهاش عمر، حاجات وقتيه بس. يعني هتجيبيها غالية برضو، وهتجيبي وهتبهرجي وهتعملي، وفي الآخر بتبوظ. فليه؟ هاتي حاجات إن هي تمشي الدنيا وتفرحك. شايفين يا حبايب قلبي الجمال والحلاوة؟ أهو يا حبايب قلبي، ده نشا أهو، لازم تحطي أكياس كده، وده عرقسوس وجوز الهند وزبيب وبلح أهو. قولولي بقى إيه رأيكم في الجمال والحلاوة دي؟ وديت بقى لفة قمر الدين، ابني طبعا لسه فتحها أهي. وادي علبة اللي هي التمر اللي هي البلح الطري ده، لان الناشف ده احنا هنعمله في لبن. فيلا يا حبيبة قلبي، فرحي ولادك وفرحي بيتك بأقل الاشياء. رمضان يا حبايبي مش للاكل والشرب، رمضان للعبادة وقراءة القرآن والصلاة والاستغفار والصلاة على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. فيا حبايب قلبي، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، كل واحد يمشي على قده، وبأقل التكاليف اهو بتفرحي بيتك برضه. يعني جبت الحاجات دي وخلصت معاكي، هاتي، ما معكيش خلاص. يعني مش هنتنى ناكل من الحاجه لما نشبع، هي الحاجه بس زي ما بيقولوا كده رد شوقه. ان انتوا مثلا ايه، انا مشتاقه للحاجه دي ان انا اكلها، خلاص جبتها مره خلاص شكرا. مش هنعملها بقى على طول، طول ما احنا قاعدين في شهر رمضان عمالين نعمل الحاجات دي وناكل ونشرب وخلاص على كده، لا والله. ادخلوا على النت وشوفوا، هاتوا شهر رمضان الكريم، ان الحياة مش بهرجة. ده مقصود كلامي يا حبايب قلبي. والحمد لله طالما انت نفسك راضية وراضية بالخير اللي عندك، لو بأقل حاجة، كفاية ان انت اول يومين بس هتفرحي الولاد بأجواء رمضان وبالحاجات الجديدة، البلح والتمر والعرقسوس وقمر الدين والحاجات دي كلها، والكنافة بقى والقطايف والحاجات دي كلها. مش لازم بقى طول شهر رمضان لا احنا ما جبناش دي، لا فلانة جايبة، لا فلانة عاملة. لا، احنا ما بنبصش لحد اولا. ثانيا، رمضان شهر الخير، رمضان شهر الصيام، شهر العبادة، شهر قراءة القرآن، شهر ان احنا نحس بغيرنا، نحس بالفقراء، نحس باللي اقل مننا. وربنا يبلغنا رمضان يا حبايب قلبي، خلاص ايام وخلاص في العد التنازلي. وربنا يبلغنا يا حبايب قلب رمضان واحنا في اتم صحه واحسن حال. وكل سنه وكل متابعيني وكل اخواتي وحبايب قلبي اللي بيدعموني واللي بيكبروا قناتي، انا فرحانه بيكم جدا 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 على كل كومنت بتكتبوه لي، بجد ربنا يفرح قلبكم ويسعد قلوبكم، ويجعلوا رمضان خير على كل بيت يا رب. يلا يا حبايب قلبي، اللايك الجميل والاشتراك في قناه منوعات ماما فوفا عشان يوصلكم مني كل جديد، وانتظروني في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.